انت صاحبي بتدور على فلاتر العيد او بتدور على فلاتر تمشي على صورك لما تتصورها يوم العيد، او مثلا لما تروح تتصور سيشن والصوره مش بتطلع احسن حاجه، فجايب لك النهارده 25 فلتر وهعلمك ازاي تضيفهم لبرنامج اللايت روم وتضيفهم كلهم بضغطه واحده. قبل اي حاجه، لو انت اول مره تتابعني، انا احمد محمد بقدم لك محتوى الايديت وبنزل لك فلاتر اللايت روم احترافيه. يمكن اخواتي اللي انا بقالي فتره ما نزلتش فلاتر، بس انا مجهز لك النهارده 25 فلتر هيعوضوك عن الفتره دي كلها. انا حسيت لما بنزل فلاتر كتير وكل يوم بنزل لكم فلاتر او كل يومين، حسيت ان الفلاتر مش بتكون احسن حاجه، بس بقيت اخد بريك مثلا اسبوعين ولا حاجه وبرجع لك بكميه فلاتر الحمد لله. يعني بص، ادخل انت شوف التعليقات قبل ما تحمل فلاتر. قبل اي حاجه يا صاحبي، انا بشكر اخواتي دول على تعليقاتهم الجميله، وانت لو عايز تعليقك يظهر معانا الفيديو اللي جاي انزل دلوقتي اعمل لايك واعمل تعليق. وفيديو النهارده اخواتي مش هيزيد عن 4 دقايق، فكل اللي انا عايزه منك تكمل معايا الشرح الاخر عشان تعرف ازاي تضيف الفلاتر وتعرف ازاي تحمل الفلاتر. يلا بينا على الشرح. قبل اي حاجه كده يا صاحبي، انا عايزك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وانا بقول لك يا صاحبي الفيديو مش هيزيد عن 4 دقايق، فلو قدمت ثانيه واحده وما عرفتش تضيف الفلاتر دي مش بتاعتي، تمام كده؟ عشان بالله عليكم يا جدعان، عشان انا بتعب في الفيديوهات وخليت 4 دقايق وكل حاجه، مع العلم اللي انتم ما بتعملوش لايكات وانا برضه فضلت انزل فلاتر عادي. المهم يا صاحبي، هندخل على برنامج اللايت روم، هوريكم اللي انا معيش اي فلاتر. لو دخلنا مثلا عايزين مثلا فلاتر العيد، برضه فين فلاتر العيد؟ فلاتر العيد يا جدعان، دي فلاتر العيد. لو جبنا اي صوره من دول بجد يا جدعان 25 فلتر مش هتلاقي اجمد منهم يا صاحبي. لو ضغطنا على كلمه بريسيت، انا ما عنديش اي فلاتر، تمام او كده تمام. كل اللي عليك يا صاحبي ركز معايا بالله عليك، هتحمل برنامج RER دوت. البرنامج ده موجود على متجر بلاي، بعد ما تحمله هتدخل عليه عادي جدا. طبعا لينك الفلاتر هتلاقيه في اول تعليق، واللينك اللي في الوصف، وهقول لك في اخر الفيديو ازاي تحمله. كل اللي عليك هتنزل كده يا صاحبي اهوت، هتلاقي معاك اروع 25 فلتر لايت روم. كل اللي عليك هتضغط على العلامه دي كده، اللي هو المربع ده، تعمل عليه علامه صح، وتضغط على السهم اللي هو باصص لفوق وتضغط على كلمه موافق. اقول لك اكتب الباسورد. طبعا الباسورد ده انا قلت لك بقوله بصوتي وانا بشرح، رقمين في رقمين، وانت بتتابع معايا الشرح يا صاحبي هتعرف الباسورد وانا بقولهم مره واحده، الاربع ارقام اقولهم مره واحده. لو ما عملتش لايك اعمل لايك. بعد ما تفك الضغط وتكتب الباسورد يا صاحبي، دي الفلاتر ازاي تضيفها لبرنامج لايت روم. بسأل طريقه. كل اللي عليك هتدخل على برنامج اللايت روم تاني اهوت يا صاحبي، وهتفتح اي صوره عندك على برنامج اللايت روم، وليكن مثلا انا افتح الصوره دي كده. كل اللي عليك يا صاحبي بتضغط على كلمه بريسيت، وبعد كده بتضغط على الثلاث نقط اللي على اليمين فوق، وبتضغط على كلمة امبورت بريسيت. ركز معايا او ركزي معايا. كل اللي عليك بتضغط على الثلاث شرط دول، وبتضغط على التنزيلات. وبعد كده صاحبي بتيجي على اكوا 25 فلتر اللي انت فكيت الضغط بتاعهم، بتضغط على واحد ضغطة مطولة بالشكل ده كده. بعدين بتضغط على الثلاث نقط اللي على الشمال فوق، وتضغط على كلمة اختيار الكل. بس كده بس كده. كل اللي عليك هتضغط على كلمة اختيار، هتلاقي الفلاتر اتضافت معاك. فلاتر العيد من قناه احمد بسوق. الفيديو 3 دقايق علمتك ازاي تضيفهم، وكل ده وانت لسه ما عملتش لايك. بص يا صاحبي، ايدي ده احمد محمد، طبعا كلهم معلوم اسم القناه طبعا، لان انا اكتشفت ناس كتير قوي بتسرق الفلاتر وانتوا عارفين بكده. هنجيب مثلا رجاله الصوره دي كده عشان نجرب عليها. كل اللي عليك يا صاحبي بتضغط على كلمه بريسيت، تضغط على فلاتر العيد اهوت، بتلاقي الفلاتر كلها. بجد يا جدعان 25 فلتر، يعني لو انت اصلا بتصور بكاميرا هتلاقي الفلاتر دي جامده معاك. وطبعا يا صاحبي الباسورد بتاع الفلاتر 2570، وزي ما انت شايف كده يا صاحبي الفلاتر جامده جدا وما تطولناش في الشرح. طب الناس اللي ما بتعرفش تحمل من الرابط ازاي تحمل؟ هتلاقيني سايب لك لينك في الوصف يا صاحبي، او في اول تعليق هيفتح معاك بالواجهه دي كده. طبعا لو عايز اي برامج من دول هتحملهم زي ما اقول لك دلوقتي. طبعا البرامج دي كلها ناس كتير اصلا بتدور عليها. المهم انت هتدخل عشان تحمل الفلاتر، هتنزل كده يا صاحبي هتلاقي الفلاتر موجوده مع دول. طبعا انا لسه هضيفهم لك فوق، بس احنا مثلا نجرب على 10 فلاتر دول كده ازاي تنزل. هيحمل معاك يا صاحبي ويفتح معاك بالواجهه دي كده. كل اللي عليك هتنزل تحت خالص اهوت، هيقول لك لتحميل الفلاتر اضغط هنا، هتضغط هنا. وبعد كده يا صاحبي هتستنى ال 30 ثانيه دول اهو. بعد ما تستنى ال 30 ثانيه يا صاحبي هتلاقيه فتح معاك الرابط ميديا فاير، وتقدر تحملهم وهتلاقيهم نزلوا عندك في الداونلود في الملفات، وتعمل اللي احنا قلنا عليه ده. علمتك ازاي تضيف الفلاتر، علمتك ازاي تحمل الفلاتر، وقلت الباسورد بتاع الفلاتر عشان مش عايز الاقي حد في التعليقات يقول لي الباسورد ايه او ازاي احمل الفلاتر. انا كده علمتك كل حاجه في الفيديو، وما تخطاش معانا الاربع دقايق. لو ما عملتش لايك لاخوك اعمل لايك وقول لي تعليق. لو الفلاتر عجبتك قول لي تعليق، ما عجبتكش يا عم ما تقوليش تعليق. سلام يا اخواتي، اشوفكم في شرح جديد.